52 عائلة من عائلات الأكواخ القصديرية بقسنطينة بين عشية وضحاها تجد نفسها مقصية من سكناتها المتواجدة بالوحدة الجوارية رقم 20 بمدينة علي منجلي ومنحها لمستفيدين جدد، بالرغم من أن المقصيين يحوزون على وصول استفادة منذ 2011 تحمل رقم الطابق ورقم العمارة وعدد الغرف. هذه عقرة ولا مش عقرة؟ عطونا الديار 6 سنين وحنا نستناو من 2011 وحنا نجريو. الوزير نقول له من فضلك تبارك الله فيك كمل الدور اللي درته، الدور اللي درته، لكن شفت الوجه ربي العالمين وشفت ربي والنبي، كمل اعطي لولادها ما تخليهمش يديروا حوايج في رواحهم. أما البعض من العائلات المحتجة فلجأت إلى اقتحام سكناتها وبلغت ببعضهم إلى حد الانتحار. يمدوا فيها زوج شقادير زوج من الناس ويتقابلوا في بعضهم، الناس راه تقاتل لهنا ما عندهم لا بون لا عريتي لا والو، جابوهم سكنوهم في بلايصنا. انايا كي شتم انايا يقتحموا السكنات تاعنا، كيقتحموا السكنات تاعنا، خشينا للسكنات تاعنا. الدايره يقولوا لهم روحوا للطلبيجي، روحوا للطلبيجي ما استقبلوهمش خلاص. ديوان الترقية والتسيير العقاري امتنع مسؤوله عن تقديم أي توضيحات بحجة أن وصول الاستفادة غير مجدية، والمفارقة أن وزير السكن والعمران السابق عبد المجيد تبون أكد من قسنطينة فيما سبق أن هذه الوصولات تمثل حيازة سكن.